ازاي تلم منهج سنه كامله في شهر واحد؟ انا امتحنت اكتر من 100 امتحان والنهارده جايب لك الخلاصه. الطلبه ثلاث انواع، 10% منهم ملتزمين ما عندهمش اي تراكمات، 20% منهم ما بداوش اصلا، وال70% الباقيين بداوا بس عندهم تراكمات كتير. الترم اللي فات انا كنت من ضمن ال 20% اللي لسه ما بداوش، بس بفضل الله بالرغم من ده قدرت اجيب مجموع اعلى من ال 10% الملتزمين. من خلال 8 اسرار خلوني الم منهج شهور في كام يوم هعرفهم لك دلوقتي. اوعدك لو كملت الفيديو ده وطبقتهم كلهم هتجيب مجموع، اما لو خرجت فاوعدك انك هتندم وتزعل جامد. مبدئيا كده لو انت ثانويه عامه فلازم تطبق كل اللي انا هقوله ده في شهر 5. بس يا ترى ايه هم اول خطوتين لازم تبدا بيهم؟ 15 واحد سنه 2026، ايوه اللي هو من شهرين حرفيا. اليوم ده قررت ان انا ابدا مذاكره موديول الجراحه العامه الجنرال سيرجري. موديول كمان معاه كان موديول الاندوكراين اللي هو جهاز الغدد الصماء. بس السؤال بقى دلوقتي هو المفروض ان حياتهم امتى وهم اصلا بادئين من امتى؟ اقول لك ان المفروض بدايه الموديولين هذولا كان من يوم تقريبا 23/11، يعني تقدر تقول كده ان الموديولين بقى لهم اكتر من شهر ونص شغالين، والعبد لله قدامك ما يعرفش فيهم حرف. الامتحان بتاعهم يوم 7/2، يعني تقدر تقول كل اللي باقي لي بالتمام والكمال على امتحان الموديولين دول 21 يوم. ولو انت حضرتك مش متخيل الكميه اللي انا بكلمك فيها، كاني حرفيا بقول لك انت عندك كيمياء فيزياء واحياء ما فتحتش فيهم كلمه ولا تعرف فيهم حرف، وبتحضر بعد 21 يوم، هم الثلاثه في اسبوع واحد. بدا يجي لي احساس بالخوف والاحباط والياس بصراحه، بس بعد لطف ربنا قلت لنفسي زياد انت اكتر حد بيدي امل للطلبه ان هم يقدروا يلموا كل الحاجات اللي هو عاملهم مهما كانوا حاسين ان هم بعيد، فانت باذن الله مع اي وقت تقدر تلم اي حاجه عملناها ان شاء الله. باذن الله دي هتبقى من القصص اللي انا احكيها في القناه وهتكون ملهمه للطلبه. رحت فاتح اللاب وقعدت اسمع اول محاضره في الموديول، دخلت بقى ايه دماغي كده في الاجواء واديتها احساس ان لا خلاص انت جد بدا. دي كانت اول خطوه بالمناسبه، انك تخلي تركيزك كله انك تبدا، ثم تبدا تفكر وتخطط هتمشي الفتره اللي عندك دي ازاي. علشان كده كلمت 2 من صحابي محمد وربيع، يا رجاله ايه الدنيا في الجراحه، عرفت منهم تقسيمه الدرجات وايه الحاجات اللي لازم تتذاكر ما ينفعش تدخل الامتحان من غيرها. سالتهم بعدها سؤال مهم جدا، هل في حد شرحه مختصر ووافي في نفس الوقت بحيث اقدر اعتمد عليه وخلاص؟ تخيل عزيزي المذاكراوي، تخيل معايا اللي حصل بجد. كتاب الجراحه كان حوالي مثلا 250 صفحه حاجه كده، بس الحمد لله اكتشفت ان في دكتور ملخصه خلاه كله حوالي 60-70 صفحه، وبرده عدد الساعات اللي كان المفروض يتسمع ساعات الشرح يعني كان حوالي 100 ساعه او اكتر. لقيت الدكتور اللي ملخصها ده تقريبا شرحه تلت المده مثلا، كأن بيني وبينك كده ربنا بعته لي مخصوص. اما الاندوكراين بقى فده كان حوالي حاجه و20 ساعه بس بيني وبينك كده. كان الدكتور اسمه احمد موافي، ودكتور احمد موافي ده من ألذ الناس اللي ممكن تسمعها في حياتك اصلا، فما كنتش بحس بتقل يعني ما بسمع المحاضرات، فاللي هو انا تمام مستمتع مهما كانت الكميه بصراحه. ده طبعا غير العملي، فقمت عامل ايه، عامل خطه للفتره الجايه بناء على الاهميه بتاعت الدرجات بالنسبه لي وسهولتها والحاجات اللي انا هقدر انجزها والمها. دي بقى كانت الخطوه الثانيه، انك تعرف راسك من رجليك وترسم خطه مظبوطه. بس تفتكر هل هقدر التزم بالخطه؟ طب هل الدنيا هتمشي معايا حلو؟ وايه هي الخطوات الجايه؟ كل ده باذن الله هجاوبك عليه في باقي الفيديو، بس اجهز معايا علشان هنبدا مغامره لم منهج 2.5 في اسبوعين. بدات امشي على الخطه اول كام يوم والحمد لله الدنيا كانت تمام، بس الحياه عمرها ما تمشي مستقيمه كده، لازم يحصل تقلبات. علشان ظهر لي كورس مهم للاندوكراين وكان في القاهره، واللي ما يعرفش ايام الزقازيق اللي هي جوه محافظه الشرقيه، بس جامعتي في القاهره. سفر بقى وفرهده ايه ما اقولكش، بس لو فاكر ان دي اصعب حاجه فانت غلطان، عشان للاسف ضيعت وقت كتير قوي وما استفدتش من الكورس بصراحه، فوقعت في مشكله جديده، وهي ان الخطه اللي انا كنت راسمها قبل كده للاسف ما بقتش تنفع. عشان كده قمت منفذ ثالث خطوه، وهو اني عدلت الخطه اللي انا بعملها او اللي انت بتعملها لازم يكون في خطوه من ضمن الخطوات ان هي بعد كده يتعدل عليها. وادي يا عم قدامك دليل على اللي بقوله. بعت لصاحبي الخطه الجديده اللي كانت لما المديرين في 10 ايام. البوست ده على فكره موجود على قناه المذاكراويه في تليجرام. بما ان جبنا سيرتها فاسمح لي اقول لك لو انت محتاج مساعده في تنظيم مذاكرتك وتراكماتك من خلال جدول مذاكره خاص بيك انت ودكتور تتابع معاك متابعه فرديه كمان لو حابب، بحب ابشرك ان حجز شهر 5 لسه فاتح حاليا في خدمه مذاكراوي. دي اخر فرصه ليك حرفيا، بعد كده مش هقول لك مش هيبقى في امل، هيبقى في امل بس الفرصه هتبقى اصعب بكتير. بس يؤسفني اقول لك ان اكتر من 50% من الاماكن اللي معانا اتحجزت. اتمنى بجد من كل قلبي انك تلحق تكون معانا. سيب لك اللينك في اول تعليق وفي صندوق الوصف لو انت على يوتيوب، اما بقى لو انت على باقي المنصات فابعت لي برايفت وباذن الله هرد عليك طول ما الحجز مفتوح. نرجع بقى نكمل قصتنا. عملت الخطه جديده وفعلا بدات امشي عليها وخلاص تقدر تقول كده مش نازل من البيت لحد الامتحان. اول كام يوم الدنيا كانت حلوه ولذيذه، بس لو فاكر ان مذاكره الايام المزنوقه زي الايام العاديه فانت غلطان، لان مذاكره الايام المزنوقه دي بتكون ليها سيستم مميز كده، بتعدي على المعلومات بسرعه وقرايه سريعه علشان تزود وقت الحل وتحل كتير، وهو ده بقى الخطوه الرابعه. بس هنا بقى بدات تظهر عندي مشكله اكبر بكتير، وهي ان في شيطان بدا يجي في دماغي ومسكني بقى. يعني الناس مخلصه كتاب اضعاف الكتاب اللي انت مذاكره وسامعين اضعاف شرحك، وانت حرفيا ما فتحتش كتاب من اول موديول حتى، وعايز تجيب اعلى منهم ولا حتى زيهم. تفتكر دكتور الاوسكي ده عزيز مذاكراوي عامل كده زي مثلا بروح امتحن بكشف على
بيشنت او مريض، المفروض ان الدكتور بيناقشني وغالبا بيسالني في اسئله النظري بقى بتاعه الدرس او بتاعه الحاله اللي انا بكشف عليها. تفتكر بقى تعرف تجاوب على الدكتور اللي هو بيسالك تقريبا في الطب وفيما يعلمه بمذاكرتك دي؟ المشكله بقى ان كلامه مقنع، عشان كده بدات احس بالاحباط واليأس بجد، وقعدت كذا يوم بذاكر بس دماغي مشغوله ومش مركزه بسبب القرف اللي جواها ده، لحد ما حصل الموقف تغير القصه كلها. كنت بتكلم في يوم مع واحد صاحبي كده، فلاحظ من طريقه كلامي ان انا منطفي شويتين، فحكيت له على كل القرف اللي موجود في دماغي ده، فقعد يفكرني بقى بمواقف ليا ربنا كرمني فيها، وازاي ان انا ياما عديت مواقف اصعب من كده بكتير بفضل ربنا، لدرجه ان انا افتكرت الكلام اللي انا كنت بقوله لنفسي وكنت بقوله ليك كمان في اوقات كتير، هو ان ربنا بيحاسبك انت لوحدك وهيحاسبك انت لوحدك حسب قدرتك انت وحسب ظروفك انت، ومش باجتهادك ولا سعيك ولا استحقاقيتك للنجاح او للحاجه اللي انت عايز توصل لها، بصدقك في المحاوله هيكرمك. علشان كده لازم تطبق الخطوه الخامسه، وهو انك ما تقارنش نفسك بحد، واللي هيشجعك عليها بجد هي الخطوه السادسه، وهي الخطوه السحريه، انك تدعي ربنا كتير. ربنا اسمه الوهاب بيهبك، لو انت عملت حاجه فربنا كافئك عشان انت عملت او عشان انت تستحق شويه، ساعتها ربنا بيعاملك بصفه العدل، اما لما يعاملك بصفه الوهاب هو بيكرمك بالحاجه اللي انت نفسك فيها وانت عايزها، رغم انت ما عملتش اي حاجه عشان تستحقها او تاخدها. انا بقى فكرت في كل الكلام ده فحسيت براحه وامان جوايا حلو بجد، فقمت من تاني وكملت وضغطت على نفسي لدرجه اني حطيت لنفسي ميعاد قبل نهايه الجدول اخلص فيه، علشان لو حسيت ان مستواي ضعيف في اجزاء معينه في المنهج الحق اراجع عليها واظبطها. وديت الخطوه السابعه بالمناسبه. بس هنا ممكن حد يسالني بقى، انا ازاي اعرف الاجزاء؟ اقول لك ان حضرتك داخل تحل امتحان، صح يبقى قبلها في البيت لازم ما تقعدش تذاكر المنهج وخلاص، لا ده انت لازم تحل امتحانات علشان تتعود وتدخل تحل امتحان صح. الامتحانات اللي هتحلها في البيت دي هي اللي هتعرفك غلطك ومستواك الحقيقي. ودي الخطوه الثامنه اللي وصلتني للامتياز بعد ربنا، الامتياز اللي كلفني ايام كنت بنام فيها بالساعتين وثلاثه بس. عايز تعرف ازاي كنت مركز وانا مقلل نومي؟ شرحت لك الطريقه كامله في الفيديو اللي هيظهر قدامك على الشاشه دلوقتي. سلام يا مذاكراوي.